في حاجة بتسمى السلف فولفيلينج بروفيسي أو النبوءة ذاتية التحقق. يعني إيه؟ يعني بيبقى عندك معتقد خاطئ والمعتقد الخاطئ ده بيؤدي لتحقيق أو تلبية هذا المعتقد. يعني إيه؟ واحدة واحدة كده بالبلد يا سمية قوليها لنا عشان نخلص. يعني حضرتك عندك توقع أو معتقد، والمعتقد أو التوقع ده بيبدأ يغير في سلوكك لحد ما أنت تأكد المعتقد ده. بمعنى أنا دلوقتي كسمية مقتنعة أن أنا لا أستحق أن أنا أتحب. حلو. فبالتالي لما يجي شخص خلاص شريك حياتي مثلا وكده، فأنا طول الوقت عندي شعور إن هو مش بيحبني. ليه؟ لأن أنا شايفة أن أنا لا أستحق أتحب. فهبدأ بقى أعمل حاجة من حاجات، يا إما هبقى ملزقة قوي فطول الوقت اللي هو يعني أنت لسه بتحبني، أنت لسه مش عارف إيه كده، فشريك الحياة يزهق فيمشي. فبالتالي أنا هنا إيه؟ أكدت إن أنا أهو يا جماعة أنا لا أستحق الحب، ما هو سابني. دي حاجة. مثلا نفس الشخص اللي هو شايف إن هي لا أو البنت اللي لسه شايفة إن هي لا تستحق الحب، فبالتالي شريك حياتها عمال يديها بس هي مش بتديله باك. ليه؟ لأن هي شايفة إن هي لا تستحق إن هي تتحب، فمش مصدقة. يعني هي دماغها دي مش قادرة تجيب إنه ده حقيقي، لأنه في معتقد في دماغي بيقول إن أنا لا أستحق إن أنا أتحب. فبالتالي أنا هبدأ ما أديش شريك حياتي باك، فهو هيحس إن ده مش طبيعي ومش في حاجة مش صح، فهيعمل إيه؟ برضه هيتراجع. أيضا هتبقى علاقة فاشلة بس هتكمله، يا إما هو هيزهق وهيمشي. وهنا هتيجي البنت وتقول نفس الحاجة، أنا قلت لكم إن أنا لا أستحق أتحب، ما أنا لو كنت أستحق أتحب ما كانش سابني.